مين فينا ما بيحبش الفطير اللي بالسكر اللي بنشتريه من بره من عند الفطاطري؟ هعمله معاكم النهارده بطريقه سهله وبسيطه، ابسط من البساطه، من غير ما نعجن ولا فرن. هنعمله بكل سهوله وفي اقل من 10 دقايق. عايزه اقول لكم حاجه الاول قبل ما نبتدي الفيديو: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يلا بينا نبتدي الفيديو، توكلنا على الله. هتجيبي اي بواقي جلاش عندك. انا كان عندي اقل من نص كيلو، حوالي 350 جرام، واستخدم طاسه مقاس 22. تقدري تستخدمي مقاس اصغر او اكبر حسب راحتك. استخدمت حوالي 3 معالق كبيره من السمنه وعليهم معلقه كبيره من الزيت. هتدهني الطاسه كويس جدا بالسمنه. بعد كده هنبتدي ناخد ورقتين ورقتين. هتاخدي ورقتين من الجلاش وترصيها بالشكل ده، نصها في الطاسه والنص التاني سايباه لبره، وهتدهنيها كويس بالسمنه بالشكل ده. وهتفضلي ترصي الجلاش بشكل دائري زي ما انا بعمل كده بالظبط. وكل ما ترصي ورقتين هتدهنيها نصها بالزبدة او بالسمنة. طريقة سهلة وبسيطة بجد، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. لما حطيت الورق الجلاش كله بشكل دائري، كان في كام ورقة كده مقطوعة، هبتدي ارصهم في النص بالشكل ده. جودي بتسلم عليكم، بتعرفكم ان هي هنا فبتسمعكم صوتها. بالنسبة للحشوات، اي حاجة متاحة عندك. انا هحشيها زبيب وجوز هند وشوية مكسرات. عايزة تحشيها مهلبية ما تحشيهاش خالص، بجد هي هتبقى حلوة في كلتا الحالات. هتبتدي تقفلي على الفطيرة بالشكل ده من اخر ورقة رصيناها لحد اول ورقة بالترتيب بالشكل ده. واهم حاجة ان انتي تدهني كل ورقة كويس جدا، هو اللي هيخلي الفطيرة معاكي مورقة. وانت بتقفلي الفطيره هتلاقي حتت كده من الجلاش بتتني معاكي عادي، بس دهنيها المهم كويس جدا وهي في الاخر مش هتبان خالص. تحطي الطاسه على نار هاديه، يعني اقل من المتوسط، وهتغطيها وتسيبيها حوالي دقيقتين 3 كده. وبعد كده تبصي عليها، اول ما تلاقيها اخدت لون من تحت هتقلبيها على طول على الناحيه التانية. ظبطي شكل الفطيره كده عشان يطلع معاكي شكلها دائري مظبوط. وهتبتدي تدهنيها بسمنه حاجه بسيطه كده من الجوانب عشان تاخد لون من تحت. هنغطيها تاني ونسيبها لحد ما تاخد لون وتكمل سوا. بالنسبه للتشريبه اللي هنسقي بيها الفطيره، معايا كوب من الحليب الدافي. هنزل عليهم ب2 معلقه كبيره من سكر بودر، ممكن تستخدمي اي سكر بس البودر يعني هيدوب معاكي اسرع. رشه بسيطه من القرفه بتنقل الفطيره حته تانية. وحاجه كده بسيطه يعني حوالي نص معلقه صغيره من الفانيليا. قلبي بقى الخليط ده كويس جدا لحد ما تحسي ان السكر والقرفه دابوا كده مع الحليب. بالنسبه لكميه الحليب، انت ممكن تعملي كميه اقل من كده لو عايزه الفطيره تبقى معاكي مقرمشه شويه. لكن ميزه الفطير الحلو ان هو بيبقى دايب كده وطري في اللبن. بعد ما الفطيره خلاص كملت سوا واخدت لون من تحت، هتنزلي بالحليب اللي احنا مجهزينه. انت اول ما تنزلي بالحليب هتلاقيه بدا يبقبق كده ويطلع في بابلز كده تمام. هتسيبيه على نار عاليه لحد ما يشرب الحليب خالص، وبعد كده ترفعيه من على النار. هنرش عليها سكر بودر، وبكده بقى معانا احلى فطيره بالسكر. احلى كتير من اللي بنشتريها من عند الفطاطري بره. ما تصدقيش ان دي معموله من جلاش، دي فطيره فعلا، والطعم بجد ما يتوصفش. لازم تجربوها عشان تصدقوا بنفسكم. انا ما صدقتش بصراحه غير لما جربتها، وما بقتش بشتري فطير تاني من بره، لان انا اصلا انا والاولاد من عشاق الفطير الحلو. هتقطعي الفطيره بالشكل اللي تحبيه، بس انا حبيت اقطعها بالطريقه دي عشان تبقى شبه الفطيره الجاهزه بالظبط. الفطيره شايفين طريه ازاي، غرقانه كده بالحليب. عايزين تقللوا كميه الحليب عشان تكون مقرمشه معاكم اكتر براحتكم. شايفين مورقه ازاي، خطيره. اتمنى تجربوا الطريقه وتقولوا رايكم في التعليقات، واللي جربها وعملها قبل كده يقول لي حشاها ايه وايه الافتكاس اللي افتكاسها فرقت في الطعم. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.